كانت من باني. هاشم دلة يلعب الكرة للأمام والكرة تعود والهدف الرابع. الهدف الرابع يأتي لمصلحة فريق الأهلي عن طريق اللاعب إدريس القطعاني. إدريس القطعاني يوقع الهدف الرابع لمصلحة فريق الأهلي ببنغازي في الوقت. إذا إدريس يوقع الهدف الرابع لمصلحة فريق الأهلي. إذا فريق الأهلي يتقدم برباعية نظيفة. على شوف كيف لعبها اللاعب هاشم دلة، عادت من القائم، وجد إدريس القطعاني بكل هدوء وضعها داخل شباك فريق الشط. إذا فريق الأهلي يتقدم ب4 أهداف مقابل لا شيء على فريق الشط. بدأ سجل اللاعب فرج عبد الحفيظ هدفين، وسجل اللاعب معتز بن عامر هدف من كرة وضعت على مرمى الجزاء، وأضاف الهدف الرابع أمامنا اللاعب إدريس القطعاني.